هي المذاكره بتخلص امتى؟ ما بتخلص. طلعت ما بتخلص. ماما ما كانت بتقولي المذاكره ما بتخلص، طلع عندها حق. انا جيت اتخرج من هنا قالوا لي يلا يلا عشان تتطور. قلت لهم طب اخد نفسي. قال لك بسرعه يلا عشان هيسبقونا. فطلعت اجري معاهم، مش عارف مين اللي هيسبقنا بس بجري يلا اي حاجه تسند اي حاجه. وبعدين بقى ايه قمه الاهانه، يعني ساعه الكليه والمدرسه انت ما كانت مذاكره، تقول لهم هذاكر كله يبعد عنك خلاص. ما تعالى بقى دلوقتي شوف بقى وريني هتعرف تظبط وقتك ازاي. اجنده متحركه، قمه الاكشن. انت بتخلص شغل الساعه 5 تطلع تجري من الشغل على البيت عشان تلحق تاكل وتستحمى. تيجي تخلص الحاجات دي تلاقي الكورس فاتني منه نص ساعه. الحق الاتندنس هتنقص في اعمال السنه. يا دي النيله، ده انا كبرت على الكلام ده ما ينفعش. وبعدين ساعات يجي يقول لك شباب احنا هنخلي الكورس المره الجايه الساعه 5. ما احنا بنخلص شغل الساعه هعملها ازاي؟ هنتقل ايونيا من على المكتب في الشغل للبيت، هلحق ازاي الحق الكورس هنا؟ فبتضطر ساعتها اللي انت تفتح وانت في المواصلات. لو دوست غلط على الميكروفون اصطى فين النص جنيه من ال8 اللي بعتها لك؟ هنتفضح. بعدين يقول لك اللي في الاتوبيس يقفل الميكروفون. ما اكيد هبقى في الاتوبيس، انتوا عاملين البتاع الساعه 5. ما هروح امتى؟ مش شارح انا. ولا في الامتحانات بقى، انت ساعه الدراسه قبل الامتحانات قاعد بتذاكر. وريني بقى تعمل ايه هنا؟ مفيش. تيجي تخش عندهم الشغل تقول لهم جدعان انا بكره عندي امتحان، ممكن اخد بس اليوم ده اجازه اذاكر؟ طب ما تيجي الصبح وتذاكر بالليل يا راجل. ليه؟ سوبر مخ. الذاكره الحديديه ازاي انا هعملها ازاي انا؟ يعني حد قالك ان انا بحفظ 20 شابتر في الدقيقه؟ ازاي؟ انا اصلا باجي هنا الصبح بشوفكم بس دماغي بتتقفل، بخلص معاكم اليوم ببقى عايز اخبط دماغي في اي حيطه. انت عايزني اروح اذاكر والحق الامتحان ازاي؟ وبعدين بقى محاضرات بعد التخرج دي عالم تاني خالص. هم اصلا جايبين لك دكتور من عالم الفراعنه من سن المعاش وكده. لا 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 مفيش الكلام ده. تقول لهم ايه يا جدعان ده؟ يقول لك ده اول واحد دخل علم الاداره في مصر. يعني هو اول واحد وقفل الباب من بعده. يعني خلاص شطبنا هنا، مش حدش هيجي تاني خلاص، مش هيشرحها غيره. ما في 200 دكتور تاني اصغر ممكن يشرح لنا احسن. لا 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 هو ده. وهو جاي ولا طايق نفسه ولا طايقنا ولا اي حاجه. هو عايز اصلا يروح يقعد مع عياله. فيجي يفتح المحاضره تلاقيه بيقول لك قال له يا ليلى انت جايه انت والبت النهارده؟ طب يلا اكون انا خلصت المحاضره. ايه انا ليه بسمع الكلام ده؟ انا هنزل اجيب شوكولاته لحفيدتك يعني؟ ولا الناس اللي معاك في الكورس بقى ما شاء الله تنانين تنانين. انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا اساسا. باشمهندس احمد عرفنا على نفسك. انا باشمهندس احمد مدير مكتب فني في الشركه الفضائيه المحدوده، بقالي 20 سنه في المجال، بس حبيت يعني اجدد معلوماتي. وانا الاستاذ فكري المدير الاداري لشركه الزنجرجخ. وبعدين يخلصوا كل التعارف ده ويقول انا بقى باشمهندس محمد عرفنا على نفسك. محمد ما فيش حاجه تانية اقولها بعد محمد. انا الكتكوت الصغير بتاع الشغل، المرمطون يعني. المرمطون بتاع الناس دي كلها. هو ايه اللي جابكم هنا؟ مش فاهم. انتوا لسه بتطوروا من نفسكم؟ هو انا لسه هفضل اذاكر لغايه ساعتها؟ بس غريبه. المهم ان الحماسه دي ما بتكملش بقيه الكورس. ما شاء الله فجاه كده كلهم بيقلبوا لكلاب اتندنس. هم جايين ياخدوا غياب ويمشوا. محمود محسن ايوه يا دكتور انا موجود. محمود محسن ليفت، ثانيه ليفت، محمود ليفت. الدكتور بس يعمل صح قدام اسمه. المشكله ان الناس دي لو دخلت معاهم في مشروع في الكورس ده بس يا باشا انت لبست. انت مش شلت المشروع، انت شلت الهم لوحدك. بيختفوا ولا اجدعها توكسيك بوي فريند. ما تشوفهوش تاني في الارض اساسا. تلاقيه خلص الكورس من هنا ما تعرفش نجح فيه ازاي اساسا، وراح فاتح لينكد ان تاني اسم بقى بي ام بي. ابوك اسمه بي ام بي؟ يعني ستك كانت بتخلي ابوك ماشي كده تقول له تعالى يا بيمبي؟ ايه ده؟ وعشان ينقطوك اكتر يخلوا الدكتور بيشرح في اهم حته في المنهج، واول مره نفهم منه من اول ما فتحنا اصلا محاضرته وهو بيقرا بس في السلايدز. اول مره يشرح. دكتور معلش والله العظيم ما لحقتش الاتندنس والله يا دكتور معلش ممكن تكتبني ابو شكلك. دكتور هو انتوا ما تردوش؟ هو في صوت ليه؟ لا يا حبيبي في صوت قهر. احنا الناس كلها اتقهرت سكتت. المهم بعد تقدم الكورس اكتر واكتر بتبتدي تتعرف على مستوى ذكاء الناس. في ناس كده بتشوفها اللي هو ده لا يمكن يكون مستوى ذكاء بني ادم اساسا، ده مستوى ذكاء بطه حديثه الولاده. انا مش فاهم انت نجيت ازاي في الحياه. مش دخلت كي جي 1 يخلي الدكتور قاعد بينبح صوته من الصبح ويجي في اسهل حته، يجي في اسهل حته والله. يقول له بص يا جدعان احنا عندنا كذا اوبشن سي هو اقل واحد فيهم في الثمن واحسن واحد فيهم في الجوده، يبقى هنشتري انهي؟ لا يا دكتور معلش نعيد تاني عشان انا مش فاهم ايه. مش فاهم ايه دي؟ عمليه شراء كيس شيبسي من الشارع. مش فاهم ايه. مين اللي تف هنا؟ انا مش فاهم. في حد فتح نافوخك تف فيه؟ ده ايه ده مش طبيعي ده. ولا امتحانات بقى الكورسات دي؟ لا دي فظيعه. عباره عن زنجرجخ صغير زانقينك فيه ونازلين فيك ذنبها. هما مش بيمتحنوا مدى معرفتك، لا هما بيمتحنوا سرعه البديهه عندك. يلا عندك امتحان 600 سؤال حله في ساعتين. لا ويقعد بقى يقسمها لك. يقول لك بص يا سيدي الساعتين فيهم 120 دقيقه على 600 سؤال، يعني كل سؤال هياخد 10 ثواني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده عمال ما ادوس نكست هيبقى 20 ثانيه خلصوا. ده انا لو لحقت افكر فيهم اساسا ادوس هقعد ادوس نكست بس في الامتحان.
بعدين تيجي تحضر يقول لك ام سي كيو. ايه الكلمه السحريه يعني؟ واسطه يعني؟ جاي بقول لهم انا من طرف الام سي كيو هيحلها لي ازاي؟ هعملها ازاي انا مش فاهم. بس غريبه. بس والله في الاخر برضو الواحد ساعات بيستفاد اكتر من اللي استفاده في الكليه. بس هو انت تختار الكورس صح وتختار الدكتور صح بس. واهو ادينا بنعمل اللي علينا وبنحاول نتطور في اي حاجه. ما تنسوش بقى تعملوا منشن لاصحابكم اللي بتتطوروا معاهم واحكوا لنا عن معاناه الكورسات بتاعتكم. وبس كده. كان معاكم محمد احمد او زيزو. سلام.